احلى حاجه في شغل الهاند ميد ان القطعه بتبقى مميزه، انت اللي طالباها، انت اللي مختاره الوانها تتحط في مكان معين بالنسبه لك. مفيش حد يقدر ان هو يعني يتخيل ان قطعه زي دي فنيه موجوده في بيت تاني. يعني طبعا احنا عارفين ان الفن ده منتشر جدا الفتره اللي احنا فيها دي. في طبعا منه انواع كتير، ممكن خامات كتير نستخدمها كمان، زي خامه الماربل والكونكريت، في الجبس الفرنسي، في الماكس الماليزي. ايه الكونكريت؟ عرفني الناس على الحاجات. الكونكريت بيكون عبارة عن مادة بتتخلط معاها مصلب، بيقدر نشكل منه أشكال، إذا كان فازة أو تري أو مبخرة. نقدر نستخدم كمان منه يعني فن بنقدر نطلع منه أشكال مبهجة وبسعر رمزي، غير الأشكال اللي بتكون موجودة مثلا في أي جاليري بتكون طبعا غالية جدا. احنا بنقدر ان احنا نطور منه، ان احنا نحط فيه اكسسوارز معينة تديكي لمحة عصرية، تضيف للبيت عندك ديكور بشكل مميز. تمام. زي مثلا منتجات زي مثلا الطقم الذهبي اللي قدامنا ده مكون مثلا من تري، ومعايا فازة، ومعايا مبخرة، معانا 2 دونتس، معانا برضو الطبق اللي هو الكوستر الصغير، والكوستر الصغير بتحط فيه برضو ورد. تمام. انا استوحيته من جو البحر، حطيت فيه زي رمال. تمام. يعني عندنا هنا حاولت ان انا اجمع بين الصدف وبين رملة البحر وبين لون السماء في الاحجار اللي هي محطوطة والاسترسات. تمام. حتى درجات الالوان زي من درجات الرخام بالظبط. طبعا احنا عارفين ان كل شكل من الاشكال ده بيكون ليه قوالب، زي مثلا شكل الفازة ده لون كافيه مط. تمام. يعني مش اغلبية الناس بتحب الالوان اللي هي تكون فيها يعني عالية شوية في الإضاءة، كله بيحب المط. دلوقتي معانا مثلا الدونت ده معمول بنظام الترطيب، ان احنا بناخد نسبة من المعجون وبنبدأ ان احنا نمشيها على القطعة لحد ما تنشف، وبعد كده بنبدأ ندهن بالمادة بتاعتنا. طبعا احنا عارفين ان احنا الالوان يا اما بتكون GLC اللي هو مركزات الوان نبدأ نخلطها. تمام. او بنخلط على طول بالوان الدهانات العادية اللي احنا ممكن نشتريها عادي للبوية بتاعت الحيطان بتاعتنا. تمام. ومعانا طبعا التري، ممكن نعمل زي نصين، ممكن يبقى الصغير منه، ممكن يبقى التري الكامل. تمام. دي كلها ديكورات. كل ده ديكور نقدر ان احنا نستخدمه. هي احلى حاجه في شغل الهاند ميد ان القطعه بتبقى مميزه، انت اللي طالباها، انت اللي مختاره الوانها تتحط في مكان معين بالنسبه لك. مفيش حد يقدر ان هو يعني يتخيل ان قطعه زي دي فنيه موجوده في بيت تاني. يعني انت ممكن اي حد يقول لك انا عايز اي ديزاين تيجي انت نقدر نصمم اي ديزاين هو حب، حسب الوان الشقه وحسب الوان الماتيريال الموجوده عنده في قلب البيت. ده درجة الشامبين برضو معانا، برضو ده بيكون فيه الوردة دي عبارة عن شمع فواح. تمام. نقدر نشغلها عادي. ودي النجمة، ومعانا برضو مبخرة، ومعاها برضو الفازة بتاعتها برضو داخلة فيها. في عندنا الفراشات دي بتبقى من معدن. تمام. وفي كمان داخل فيها برضو اكسسوارز زي الألماظ، بجانب كمان الاسترسات، بيكون الاسترسات فيها مصري وفيها برضو مستورد. معانا الطقم اللي هو الفضي ده سيلفر ده. تمام. ده مكون من 5 قطع معانا. ده فيه طبعا الورد اللي فيه ده مكون من عجينة السيراميك، بنقدر نشكل أي شكل إحنا عايزينه ونبدأ نلزقه بالسي اللي هو 7000 بي 7000. تمام. وبتحطي بقى الألوان المناسبة للديكور أو اللي عاملين طالب منك الشكل معين.